بدليل ان مفيش فرصه يمكن سنه نادي الزمالك خلال 90 دقيقه غير من يعني طبعا مهارات فرديه مش كفايه كده بيخرج الهدف. وفي الوقت اللي احنا كنا مستحوذين فيه بشكل كبير جدا وكنا مستحوذين كنا قريبين نخلق فرص كبيره، لكن يعني قلت طبعا هارد لك لفرقتي اللي قدم مباراه على مستوى عالي جدا. بشكر كمان ولد اكرم توفيق، ده لعيب مميز، لعيب صغير في السن، واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون مكسب كبير لنادي انبي. بستغل طبعا الفرصه ديت يمكن احتراما لمجلس اداره انبي واحتراما للناس اللي اتعاطفت معاهم. اعتقد ان انا بديهم دلوقتي الفرصه ان انا ارفع الحرج عنهم في مسؤوليتي كمدير فني لنادي انبي، والموضوع دلوقتي في ايدي الاداره، لكن انا على المستوى الشخصي كمدير فني لانبي واحتراما لمجلس الاداره، احتراما للناس اللي انا اتعاملت معاهم، لازم ارفع الحرج عنهم في هذه النقطه، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. استاذنك، ايه سبب تفكيرك في تأجيل الاستقالة؟ يعني اعتقد 3 مباريات على التوالي، اعتقد لا يعني النادي انبي مش متعود على هذه الهزايم. اعتقد بعد الاسبوع العاشر عدد النقاط مش على مستوى الطموح، وانا بقدم استقالتي احتراما لمجلس الاداره، احتراما لمجلس الاداره اللي يمكن بشكره من خلالكم، وبرفع الحرج بشكل كبير عن هذا المجلس. في النهايه طبعا بقدم له الشكر، وبقدم كل اللعيبه اللي تواجدوا معايا في الفتره اللي فاتت بقدم لهم الشكر. كان فعلا رجال على مستوى المسؤوليه بالرغم تفاوت مستويات المباريات من مباراه للثانيه، لكن اتعاملت مع منظومه اعتقد منظومه احترافيه بشكل كبير جدا، منظومه يصونها الاحترام والحب بين الجميع، وبالتالي واجب علي في هذه الظروف ان انا ارفع الحرج عن هذا المجلس. طبعا هل الهدف من بشير يحيى قال رفع الحرج عن مجلس الاداره فقط عن من الرفع وفعلي؟ كابتن هو على طول ماشي خلاص اتفضل. لا طبعا يعني مش موضوع الرفض للرحيل، في وقت من الاوقات لازم المدير الفني يكون عنده احساس بالمسؤوليه، وانا عندي احساس كمان وبقدر الناس اللي اشتغلت معاهم، ولازم يكون هو ليهم برفع الحرج عنهم اذا كان في وجهه نظرهم ان يعني العمليه مش ماشيه بالشكل المناسب. انا شايف طبعا احنا في وضع انبي مش هو دوت الوضع اللي يمكن من بدايه السنه كنا نامل فيه، عدد النقاط اقل كتير من طموح الانبي، وبالتالي طبعا انا كمدير فني من واجبي واحترامي لنفسي واحترامي لمجلس الاداره ان انا ارفع عنه الحرج، وبالتالي يعني دي المباراه الاخيره كمدير فني. شكرا يا كابتن.